تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. انتشار مقطع فيديو منسوب للإعلامي العراقي قحطان عدنان، والذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط العراقية، حيث تصدرت القصة قوائم البحث على مختلف المنصات مع تساؤلات حول مدى صحة الفيديو وما يحمله من تداعيات. فما الذي حدث تحديدا؟ وكيف تفاعل العراقيون مع هذا الفيديو؟ وقد بدأت الأزمة عندما تم نشر مقطع فيديو قيل أنه يظهر الإعلامي قحطان عدنان في موقف غير أخلاقي. سرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر منصات مثل فيسبوك وإكس، مع تداول الآلاف للمحتوى والتعليقات المنددة بما ظهر في الفيديو. وتزامن انتشار هذا المقطع مع زيادة كبيرة في البحث عنه، خاصة في العراق، حيث أثار الفيديو استياء وغضب بين المستخدمين. ويعتبر قحطان عدنان من الأسماء المعروفة في الإعلام العراقي، وله حضور قوي على شاشات التلفزيون وبرامج التواصل الاجتماعي، لذلك لم يكن من المستغرب أن يثير الفيديو ضجة واسعة في أوساط المتابعين، خاصة وأنه لم يكن الفيديو الأول المرتبط بقضايا تتعلق بحياته الشخصية. ورغم أن قحطان لم يصدر بيانا رسميا حتى الآن للرد على هذا الفيديو، فإن صمته أثار تساؤلات عديدة. البعض يطلب بضرورة أن يظهر على وسائل الإعلام لتوضيح الحقيقة، بينما يرى آخرون أن الموقف يتطلب تحقيقا قانونيا للتأكد من مدى صحة الفيديو ومصدره. الحقيقة الغائبة والاتهامات المتبادلة. على الرغم من انتشار الفيديو بشكل واسع، تبقى الحقيقة غائبة حتى اللحظة. لم يتم تأكيد صحة الفيديو أو نفيه من قبل الجهات المختصة، كما إن قحطان عدنان نفسه لم يخرج بتصريح واضح في ظل هذا الفراغ الإعلامي. استمرار تداول الشائعات والاتهامات بين الأطراف المختلفة، فإن البعض يرى أن هذه الحادثة قد تكون محاولة لتشويه سمعة الإعلامي من قبل خصومه، بينما يعتقد آخرون أن الفيديو حقيقي ويستجوب التحقق فيه. بغض النظر عن الحقيقة، يظل قحطان عدنان الآن تحت الأضواء، والجميع ينتظر ما سيحدث في الأيام المقبلة. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.